السلام عليكم الإخوة، لاباس عليكم؟ صباح الخير بعدا. المهم الحلقة ديال اليوم الحلقة ديال اليوم عندي فيها أنا مكتوب الجهوي، يعني غنهضرو شوية على الامتحان ديال الجهوي. الامتحان الجهوي الإخوان كما كتعرف هو واحد النقطة اللي هي مهمة، اللي كتنفع في البكالوريا. إلا جبت النقطة ديال الجهوي مزيان كتعاونك مزيان في النقطة ديال الباك. وقبل الجهوي كانت عندنا العطلة في شهر 4، العطلة ديال الدورة الثانية كما العادة، هي عطلة فيزا كاينة كاين ما يدار طلع لإسبانيا. كنا طلعنا لإسبانيا ديك المرة، ولكن هذه المرة خرجنا من الحسيمة. باركو كان ديال باركو تما الحسيمة، وقطعنا من تما خرجنا من الحسيمة. كما كتشوفوا أنا راه كنت ماشي أنا وفاميليا ديالي، أنا والوالدة، واحد بنت خالي والاخت ديالي كان رجعت ديك المرتين كانت رجعت من بيرشي. كما كتشوفوا انا الوالده وبنت حبيبي، وهذه هي الحسيمه. كما قلت لكم راه هذا هو ديك الجبل اللي دابا راه تكال مشى كامل هذا الجبل، وانا مرسى، وهذا اوتيل. هما كما كتشوفوا من هنا كيدخلوا هذه الديوانه على الجمارك. المهم الديوانه ديال المغرب لان كيدخلوا الطلوبينات وهذا. في هذا الفيديو في هذه التصويره كنا طلعنا كيسميتو طلعنا لاسبانيا. انا اسبانيا، وعملت واحد فوتو هكا في الطريق. باقي عاقل هاد التصويره ملي طلعتها في فيسبوك، حيت الويفي كاين في الباركو. كان دار لي كومونتير خاي، وكومونتير واحد خو ديال صاحبو نتاع خاي هذاك في مدريد، قال لي الله يوصلك على خير. غادي يعاود نفس التصويره من البعيد، ما عرفتش شكون كان صورني هنايا. المهم وصلنا اسبانيا، دوزنا العطله مزيان. انا كنت هذه المره ديت معايا الحوايج ديت معايا الكتوبه باش نراجع، وشي مراجعه ما درتها حتى نهار اللي كنا راجعين من اسبانيا. عاد بديت كنراجع في الرجعه، بديت كنراجع هنايا. هادو القواعد دابا راه حيدوها، ما بقاتش. انا شني قال لي راسي، قال لي راه شويه الحراره، حيت كان صافي شهر 4 شهر 5 تقريبا، بدا كيدخل شويه الحراره. قال لي راسي ندير كامل شي الشوك ونهول. انا راه باسيون ديال البحر بحال الكورن. قال لي راسي هول، وانا رزتني البروده. عرفت شنو هي رزتني البروده؟ رزتني وانا كنت عاد يلا ديال العمليه. كما كتشوفوا هنا رجل النصب ديالي كان باقي عاد ما اي حاجه بارده، البروده ولا الماء بارد ولا الجو يكون بارد، كانت تاثر عليا على رجلي. صافي هذا كان واقيلا النهار الثاني ولا النهار الثالث. كنا كنمشيو غير سيمانه جوج سيمانات ماكسيموم، جوج سيمانات. وهذه عاود كذلك ملي مشينا ودت انا وخايا هذه المره عاود، ولكن هذه المره لبست عليا مزيان، كبت عليا باش ما تجينيش البروده. واخا هكا كما كتشوفوا هنا غير الوقفه ديالي تقول لكم راه كاينه البروده. مع الرجعه الاخوان، الرجعه بديت كنراجع شويه ديال التربيه الاسلاميه، باقي كنراجع الارث ديك الدرس نتاع الارث. وبديت كنراجع شويه ديال التربيه الاسلاميه. عرفتي وصلنا المغرب، دوزنا شي ايام توقيلا شي شهر ولا هيداك. صافي كيوصل شهر 6 الامتحانات، كيبديو الامتحان ديال واش البكالوريا، ولا كيبداو بالامتحان ديال الابتدائي هو الاول. ولكن كنظن كيبداو امتحان بكالوريا الجهوي التاسعه وعاد السادسه ابتدائي. حنا جانا الدور ديالنا الناس ديال الجهه، وانا امتحانات الجهويه والموحد بصفه عامه عندي مع واحد الكافي اللي هو ماشي عادي. ما عنديش الزر انا في امتحانات ديال الموحد. الامتحان السادس المحلي ولا نقولوا الاقليمي جيت في الطاوله الاولى، لا في الطاوله الثانيه في الصف الثاني باقي عاقل. الامتحان ديال التاسعه جيت انا الاول في الصف الاول، انا الاول في الطاوله الاولى وفي الصف الاول. الامتحان ديال السيزيام الجهوي جيت انا الثاني في الصف الثاني. والامتحان ديال البكالوريا الوطني جيت فيه انا الاول في الصف الثاني، انا الاول في الصف الثاني. المهم ما عنديش الزر، الاسم ديالي دائما مكفسه عليا في الترتيب. نهار كتشوف في اللائحه كتقول تقدر نجي انا الاول، تقدر نجي انا الاخر. الا جيت انا الاخر نتبع نقيل، ولا جيت انا الاول بلا ما تفكر تنقل. كنا دوزنا، المهم دخلنا باش ندوزو الامتحان. انا كان جالي في القسم الفوقاني. بغيت نتفكر مزيان واش القسم ديال الفرنسي ولا القسم ديال الاجتماعيات، عقلتش بالضبط. المهم كان في الطبقه الثانيه، باقي عاقل عليه في الطبقه الثانيه، ولكن من القسم بالضبط ما بقيتش عاقل. المهم بلاتي نشوف كي سميتو، ما كنسجلوا ياك كنسجل نشوف الامتحان، المواد اللي داروا لي باش نعطي لكم كل ماده شنو وقع لي فيها. الامتحان الجهوي المواد هايو. اللغه العربيه كانت عندنا النهار الاول، واخا اللغه العربيه ما كاينش مشكل، تعطي لك النص، الاسئله ديال النص، ديك الاسئله الفهم والشرح. كيعطي لك الاعراب انا خليته خاوي، كان في واقيلا نقطه ونص ولا جوج النقاط. من بعد تيقول لك الانشاء هو تكتب تكست ولا المهم شي حاجه بحال هكا. في العربيه انا ما كنتش يازل دوزتها مزيان عادي طرون. من بعد في العشيه
كانت عندنا لحقاش هنا الترتيب قال كاين اللغه العربيه، الفرنسيه، التربيه الاسلاميه، الرياضيات حتى كي سميتو، والاجتماعيات. كانوا عندنا 4 المواد اللي عندنا. العربيه كنا دوزناها النهار الاول، في العشيه كنا واقيلا باقي عاقل دوزنا الاجتماعيات، دوزتهم مزيان. النهار الثاني كان عندي في الصباح الفرنسي لا بلاتي، العربيه، التربيه الاسلاميه، الاجتماعيات، فرنسي. واقيلا واش كنا كنديروا النهار صباح عشيه، ولا كنا كنقسموا جوج سوايع وجوج سوايع. المهم ما عقلتش بالضبط. المهم العربيه والاجتماعيه دوزتهم عادي. التربيه الاسلاميه هي اللي كانت جات لي في العشيه. دوزنا النهار الاول العربيه، الاجتماعيات في العشيه، التربيه الاسلاميه لا غد ليه دوزنا الفرنسي. يعني كان فيه نهار ونص ولا باقي عاق. صافي 3 المواد دوزتهم مزيان. التربيه الاسلاميه شويه دازت عليا في القران، سوره النساء، الارث وكذا شي روينه. جات الفرنسي هي اللي دازت عليا، دازت عليا مزيان. انا شنو كنت عامل؟ كنت معول ماشي نقرا الفرنسي. انا سمون بوكمون فهم لا يبصرون. انا ما كنفهم والو في الفرنسي، ما كنفهم والو، انما ما عاطيلاش الاهميه للفرنسي. انا سيدي انا والاساتذه، وباقي عاقل على ديك الاستاذ اللي كان حرسني، الله يخليها سلعه والله ياخذ فيها الحق في هذا النهار. كتشوفني راني كنتعصر، ايوا خف شويه. انت ملي كنتي كدوز ما انت ما خلوكش تنقل ولا زعما كيف؟ ما علينا. صافي بديت كنجاوب لابواطا ميرفاي وديك الروينه، ديك كيعطي لك التكست، كيعطي لك الاسئله وجاوب، كدير ديك واحد الطابلو، لوتور، الكاتب، شمن عام، فوقاش تولد، ديك التخربيقه ديالهم. شي واقيلا شي 4 النقاط ولا 5 النقاط. ايوا كيوصل الانشاء. ليكسبرسيون كريت انا معول ماشي بالتليفون. كدبش عليكم، ماشي بالتليفون غيدوزهولك. ايوا كدير هذيك الاستاذ واقف لك معرف. واش الاستاذ ايوا كيفاش؟ والو تقول عقلنا لا جبت شي تليفون ولا شي حاجه مشى المحضر والروينه. واش غندير صافي بديت كنلبق شي معاش. تخيل معايا انا كنكتب فرونسي كنخلطهم باللونجل الروينه. صافي دوزنا الجياوي. خرجنا من الجياوي شي فرحان شي معصب باقي عاقل. واحد هو اللي كان طرطق مع النقطه سميتو اسماعيل. داك اسماعيل كان ديجا كيوجد باش يمشي بحالو بلجيك، عنده يما تما في بلجيك. قالت له واقيلا غير تجيب بكالوريا وطلع، واقيلا بحال هكا. كان تيوجد السيد قاري فرونسي ضابط الامور، هو اللي كان طرطق. واقيلا جاب شي 17 ولا 16 في الفرنسي. صافي سالينا الجهاوي بداو كيرجعوا علينا النقط. ايوا رجعوا علينا النقط. ايوا انا نهار جيت نشوف النتيجه راه ناجح. تسمى في سيزيام راه نجح، ولكن في النقطه ديال الجهاوي جاب فيها بشحال 8 6 راه ما تعمل لك والو في البكالوريا في الوطني. يعني خصك شي معجزه باش تنجح في الوطني في الباك، باش تهز الباك. كانوا معايا الناس باقي عاقل عليهم دفعوا لديك الطلب باش يعاودوا الامتحان، ماشي الامتحان، باش يعاودوا السنه ديال السيزيام، باش يوجدوا لها مزيان ويطلعوا بنقطه مزيانه. كان قرا معايا واحد امين اللي قلت لكم في الحلقه اللي دازت، امين يونسي. هو كان ديجا سقط وعاود معايا قرا معايا العام الثاني ديالو في السيزيام باش يجيب النقطه مزيان. واقيلا كان جاب واقيلا 11 ولا 12، المهم شي حاجه بحال هكا. زعما بقيت شي عاقل مزيان. صافي اخوانا كنهز الراحه ديالي باش نكون اليز في الهضره. قلت لكم وصافي. وكاينين الناس اللي كانوا نجحوا معايا وعاودوا كيسميتو الطلب باش يعاودوا العام. انا درت اش غندير. قلت للاخت ديالي الكبيره، قلت لها شنو يبان، قلت لها واش نعاود ولا ما نعاودش. المهم بدا كنناقشوا مع العائله وهذا. وهذا المشهد كان وقع للخاي في نفس المدرسه وفي نفس الديكور. باش حتى اخي كان عامل سيونس فيزيك وقرا في نفس المدرسه. وواحد ولد عم الوالد كان قال للخاي، قال له بلا ما تعاود غطلع. قال له طلع وزير راسك في البكالوريا غتجيب الباك ديالك. قال له ولكن ما تعاودش السيزيام. قال له تقدر تعاود تجيب النقطه ناقصه. صافي حتى انا داكشي اللي عملت. ما بغيتش نعاود السيزيام. قلت اش غندير بس هاد البلاصه، هاد المدرسه هادي ماشي ديالي. قلب جات مدرسه اخرى. وهاد المدرسه اخرى انا ما نجي لكم، حيت انا كما قلت لكم بحال جبتني من المدينه للباديه ودابا غنرجع عاود للمدينه. حتى كنت صافي ولفت واحد لونطوراج، واحد الكونفورت زون ديال الناس اللي شويه نقولوا متحفظين. مشيت لمدرسه اخرى اللي هي الباديسي، اللي معروفه حنا في الحسيمه عندنا. بغيت نشوف نوريها لكم هنايا. ثانويه الباديسي الحسيمه إماخي. هذه هي الثانويه فين الباك قريت هنايا عام. والثانويه هذه المهم هذه هي الدخله ديالها. انا كانوا المراحل، انا كانوا الاقسام ديال لانفورماتيك واقيلا من انا كانوا كيطلعوا
وهنا واحد الدراسة أخرى ديال الأقسام ديال صحاب ليكونومي. هنا كانت الإدارة، الحراس العامون هنا، والمدير في هاد البلاصة كتطلع في واحد الجهة هيدي. المهم هذا الديكور نقدي، هي ديك الدراسة اللي قلت طلع من هنا في الدروس. هادو الأقسام ديال ليكونومي. ملي كنعاود نشوفو شوية في التصاور ديالي، نشوفو ندورو الأقسام ديالي كيفاش عاملين من الداخل. دابا كنساريكم معايا. ايوا انا اللي سميتو ديال المدير كطلع من هنا. هادو الاقسام ديال الفلسفه والتربيه الاسلاميه باقي عاقل. وهنا كاين واحد الحراسه عامه عاود كذلك. زيد شي تصويره اخرى عاود نشوفوا كرو الايام ديال البي سي اللي ماشي البي سي لا. المهم ديك الساعه وين لقيت شي هادي في ايام هاد الحراك، ايام المظاهرات والحراك. المهم ولا لقيت شي تصاور اخرين ديال البي سي ديك الساعه ممكن نوريها لك. ما علينا. صافي درت فراسي حاجه وحده هي نزل انتقال. كنت غنمشي غنتاقلم شويه مع الوضعيه تما في البي سي. والبي سي كانت عنده واحد السمعه انه يقراو تما صحاب الفلوس. نقول لك كل قسم كتلقى 3 4 ديال الناس صحاب الحبه. والاساتذه يديروا لهم القسم اللي يلقى فيه واحد 4 5 د العناصر عندهم القيمه والاسم ديالهم واصل في الحسيمه، يعني كيعملوا لهم شويه حاجه ديال الاهميه، كيعطيو لهم شويه ديال الاهميه. قلت غنمشي لتما نتاقلم مع الوضعيه، نقرا نزير راسي نجيب الباك. قلت تما راه كيعاونوا في النقاط وهذا. بعدا نضرب واحد النقطه مزيانه في الدوره الاولى والدوره الثانيه. وفي الوطني نخدم عليه ديك لا موين ديك 10 حظ باش نجيب الباك. صافي داكشي اللي درت. ثاني زدت النتيجه ديالي المسائل. طلبت الانتقال عطاوني النتيجه. طلبت الانتقال ديالي قبل كاع ما نتسجل. صافي قالوا لي هادشي ما تقدرش ديرو حتى يجي الموسم ديال الوقت ديال التسجيل عاد يجهز الانتقال ديالك. صافي وهنايا غيبدا فتره اخرى، الفتره ديال الصيف في الحسيمه والصيف في مالاكا. وهذا الشيء غنجمعوا في 2 حلقات. الحلقه اللي مازال نحطها لكم وشنو كاين اخر. صافي المهم انا نسالي الحلقه، الا عجبت لكم المهم راكم عارفين اللي كاين. نتلاقاو في الحلقه الماجيه. الله.